يا أهلا وسهلا بإخواتي وحبيباتي في يوم من أيام رمضان اللي من الصبح نقوم ونحضر له. بجد من أحلى الشهور اللي كلها طاعة وعبادات وراحة نفسية وقراءة قرآن وختمة قرآن. ربنا يا رب يعيدوا علينا أيام عديدة وإحنا في أحسن حال، أنا وإنتم. هنبدأ بسم الله. طبعا مواعين السحور دي لازم تخلص. أنا حرفيا يا جماعة حاسة إن أنا ساكنة في المطبخ الأيام دي من كتر ما انا قاعده في المطبخ، مواعين في مواعين في مواعين. بس الحمد لله دي نعمه ونعمه كبيره كمان، ولازم اشكر ربنا عليها ان انا واقفه على رجليا وقادره اطبخ واكل ولادي واطبخ لجوزي واطبخ لعيالي يبقوا مبسوطين وفرحانين طول الشهر. والحاجه دي مش هيحس بيها غير اللي اتحرم منها فتره. انا اتحرمت منها فتره بسبب ظروف صحيه، بس الحمد لله ربنا كريم، وربنا يا رب يتم على كل واحد وكل واحدة صحتها وعافيتها. اي نعم طول الفيديو ده انا بغسل مواعين واقفة على رجليا، بس والله حاجة كده انا بالنسبة لي متعة. اني يعني مش كل حاجة الواحد عايزها بياخدها، بس الحمد لله الحمد لله ان الواحد قادر يخدم نفسه ويخدم بيته ويخدم ولاده. دي نعمة ما بعدها نعمة. ربنا يا رب يتم على كل واحد النعم اللي هو فيها. وعايزة أقولك على حاجة، إن نظافة بيتك مش لازم يبقى عندك مكنسة أحدث حاجة، ولا لازم يبقى عندك غسالة أطباق، ولا لازم يبقى عندك جهاز البخار، ولا لازم يبقى عندك الأجهزة الحديثة كلها عشان يبقى بيتك نظيف. لا والله المية والصابون بتعمل اللي بتعمله الأجهزة التانية. وصحتك وراحة بالك أهم من أي حاجة تانية. صدقيني لو كل يوم هتعملي حاجة في بيتك، بيتك هيبقى شمعة منورة، بيتك هيبقى نظيف. ما تطنشيش على الحاجة وتقولي أعملها بكرة أعملها بعده. لو تعبانة ده مفيش مشكلة، إنما لو مش تعبانة ما تكسليش، لأن لما تعملي الحاجة أول بأول بيبقى بالنسبة لك حاجة سهلة سريعة بتخلص بسرعة، وبيبقى بالنسبة لك في راحة نفسية. جربي كده تروقي بيتك من بالليل، هتلاقي نفسك نشيطة بتصحي لصلاة الفجر، حابة ان انت حتى تقري قرآن في هدوء، البيت نضيف قدامك، حاجة بتبقى تشرح القلب كده. وطبعا مش عايزة انسى اقولك ان الطاعات بتعينك على شغل البيت، والله فعلا بتعينك على شغل البيت. لما الواحد يقوم يصلي كده الصبح بتبص تلاقي نفسك عندك نشاط كده. في حاجة في الحوض اخلصها، في حاجة على البوتاجاز اخلصها، هغسل هاخد دور غسيل، هعمل حاجة في البيت انا كنت مأجلاها. بتلاقي نفسك فاضية، الولاد مثلا نايمين الصبح، انت صحيتي بدري. وعودي نفسك بدري دايما على الصحيان بدري. الصحيان بدري بيبقى فيه مش عارفة أنا بحسه مختلف. يعني لما بصحى متأخر بحس إن أنا باقي اليوم كله كسلانة. لأ لما بصحى بدري ورايا أي حاجة في البيت بخلصها، بقعد كده رايقة. ممكن أعمل لي لو في الأيام العادية مش في رمضان مثلا كوباية شاي بتعمليها، حاجة بتشربيها. المهم إن حتى لو في رمضان انت عندك وقت جميل قوي تختمي في المصحف أو تقرأي في المصحف. وتعالي بقى أما أقولك على أحلى وقت تقري فيه في المصحف، هو بعد صلاة الفجر. بيكون الولاد اتسحروا والبيت هس هس، تقرأي كده بتدبر، تحسي ان انت كده بترتاحي. مش زي ما يكون الولاد صاحيين في البيت وده بيجري وده بيلعب وده عامل دوشه جنبك، وده كل شويه يقاطعك يقولك ماما ده فين وده ايه وده عامل ايه وده ضربني وده. لا، بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر تاخدي جزء تاخدي جزئين زي ما الموضوع يجي معاكي. ودايما بعد كل طاعه تعمليها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالي بقى ننقل على حتة تانية، هدر النعم. أرجوكي أرجوكي في ناس مش بتلاقي اللقمة تاكلها. ما تحاوليش تعملي أكل كتير وترميه عشان ما فيش حد كله. اعملي دايما الأكل على قدك انتي وولادك، واعرفي ان اللقمة اللي بترميها في الزبالة في حد أولى بيها. مش لازم اعمل مليون صنف على الفطار وده ما يتاكلش وده ما يتاكلش، والولاد يقولوا لا احنا كلنا ده بلاش ده، وده يتركن لتاني يوم وبعد تاني يوم يجي يقولك لا مش هناكله، تضطري ترميه في الزبالة. وفي ناس بتبقى مش لاقية لقمة تاكلها. وقلنا هدر النعم حرام. النعمة لما نحافظ عليها ربنا يزيدها ويبارك فيها. رمضان ده شهر العبادة والقرآن، وإن الواحد برضو يحس بالناس التانية.
يحس بالناس اللي ما عندهاش. انا دايما استغرب الناس اللي بتعمل مليون صنف على الفطار، مع ان احنا اول ما بناكل الثلاث بلحات ونشرب كوباية العصير بيبقى الواحد خلاص كده ارتاح. ممكن يقعد نص ساعة ساعة على بال ما يفكر ياخد حاجة ياكلها، وبرضه ما بيحبش يتقل عشان يقدر يعمل الطاعات بتاعته. فكثرة الأكل في رمضان مش آه، يعني مش لازمة، ولا لازم ان احنا ناكل الاكل بايت كل يوم. احنا ممكن نعمل اكل صابح كل يوم على القد ويخلص. انا من اكتر الحاجات اللي بتسعدني ان انا اعمل اكل ويخلص، يبقى على القد ويخلص. ده كل ده كل ده كل ده شبع، خلاص شكرا. ما يتبقاش اكل تاني يوم، يفضل الاكل ده يقول لا مش هاكله، وده يقول لا مش هاكله. فبنحاول على قد ما نقدر نعمل الاكل على القد عشان ما نرميش وما نهدرش في النعم. انا هنا كنت خلصت الطماطم، لان الطماطم دي برضو زي ما بقول لكم ما نهدرش في النعم. الطماطم دي كانت في التلاجة وحسيت ان هي طريت وخلاص، ما عادش يعني لو قعدت شويه كمان هتترمي، فحرام. مسكتها كلها سبكتها وصفيتها وحطيتها في اكياس تبقى جاهزه مثلا للمكرونه، تبقى جاهزه لو هطبخ بيها، على اساس ان احنا نعمه ونحافظ عليها وربنا يديم نعمه علينا. انا بقى كده بعد ما ده خلصت عملت صينيه الجلاش دي للفطار، وكانت بألف هنا وشفا. واتفضلوا معانا، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. ربنا يعيده علينا أيام عديدة. سلام.